الله الرحمن الرحيم. معنا lessons 4 and 5 من كتاب المعاصر سنة رابعة ابتدائي خاص بيونت 1. هنتكلم مع بعض ونقول الفوكاب ونكرره مع بعض وهنحكي القصة. يلا بينا عشان نشوف الفوكاب اللي علينا. روتين يومي daily routine daily routine daily routine متشابه يعني شيء شبه شيء فبقول عليه متشابه نفس الشيء يعني same صحي healthy يرتدي ملابسه get dressed وجبة خفيفة snack متضامنا أو متشاملا على including extra vocab مبكرا early وجبة الغداء lunch وجبة العشاء dinner وجبة الإفطار breakfast واضح clear عناوين headings فترة الاستراحة break time يحتوي على including عادات الأكل اللي هي عادات الطعام eating habits نشوف الأفعال اللي عندي الأفعال regular وعندي الأفعال irregular. الأفعال irregular present and past أما أجي أحولها من present tense to past لازم أضيف لها ed. تمام. add يضيف added study يدرس أما أجي أحولها للماضي أشير الواي وأحولها ل ed studied يعد أو يجهز prepared. طيب كلمة يدع أو يسمح let الماضي نفسها let. يخبر tell الماضي told يذهب go الماضي went. نشوف important expressions and preposition تعبيرات وحروف جر هامة ولازم نحفظها. بعد المدرسة after school لمدة ساعة for 1 hour والاتش هنا عندي silent. for 1 hour يؤدي الواجب المدرسي do homework في المساء in the evening يبقى قويا stay strong يحافظ على صحتي keep me healthy. تعال نشوف مع بعض القصة بتاعتنا بتحكي عن ايه. ده بيتكلمنا عن حياتي الصحية my healthy life. بيقول عندي how can you stay healthy ازاي انت بتبقى healthy بصحة كويسة. having a daily routine is important. Let me tell you about my healthy habits and how they help me stay strong. هنا هيبلغنا الشخص ده ايه الحاجات في having a daily routine. هو بيتبع روتين يومي ده بالنسبة له مهم جدا. بيقول لك تعالى let me tell you about my healthy habits تعالى ما أخبرك عن العادات بتاعتي اللي بتخليني كويس. بيعمل ايه every day كل يوم I follow the same routine أنا بتبع يتبع the same routine نفس الروتين. first أولا I wake up early أنا بصحى بدري at 6 a.m. 6 o'clock a.m. يعني الساعة 6 بالضبط. and brush my teeth واغسل أسناني I wash my face واغسل وشي and get dressed for school والبس ارتدي الملابس بتاعتي للمدرسة. دي أول حاجة. next I have a healthy breakfast أتناول فطور صحي including يشمل على أو يتضمن يعني فيه إيه milk لبن and fruit وفاكهة. then ثم I go to school هو بيقول الأحداث بالترتيب. I go to school بروح المدرسة where I stay and play with my friends إن أنا where حيث I study أدرس and play والعب with my friends مع أصدقائي. during break time أثناء الفسحة I eat a healthy snack باكل سناك صحية and drink water وبشرب مية. after school بعد المدرسة I have lunch
أنا بتناول الغداء بتاعي with my family مع عائلتي. After that بعد ذلك I do my homework بعمل الواجب بتاعي. And then ثم play sports for 1 hour والعب ساعة لمدة ساعة رياضة. In the evening في المساء I take a shower باخد دش and have dinner وتناول العشاء بتاعي. Finally في النهاية I go to bed أنا بروح السرير بتاعي at 9 p.m. الساعة 9 بالليل because sleeping early النوم بدري keeps me healthy يجعلني بصحة كويسة. وبكده أنا خلصت الجزء الخاص بالقصة. إن شاء الله هنقول كلمات الدرس التاني اللي بعد كده وندخل على الوحدة الجديدة وهنقول القصة بتاعته. ما تنساش تضغط على لايك وكمان وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديو اللي بعد كده. سلام عليكم.